ما اقدرش اقول لك يا يوسف مين فينا اللي كان غلطان، انا ولا امك. بس من الواضح ان امك دي كانت لازم تعيش في عصر زي عصر روميو وجولييت، وعلشان ما جاتش في العصر ده هتتعب كتير. يا عمتي كل الناس فاهمة ان انا عشان عندي عربية سواق بيوديني وبيجيبني من المدرسة، وان انا عشان بيلبسوني هدوم كويسة وغالية، ان عشان عايش في فيلا بجنينة ابقى انا كده مبسوط وان الحياة حلوة. امال انت عايز ايه يا يوسف؟ يا عمتي انا عايز عايز ام تكون زيك كده. مش فاهمه تقصد ايه يا حبيبي؟ عايز ام حنينة طيبة تكون بتحبني، واكون انا بالنسبة لها اهم حاجة في حياتها. اول هام انا زي امك بالظبط. تاني هام امك طيبه وحنينه فعلا، بتحبك بجد يا يوسف، وابوك كمان. بس الدنيا يا حبيبي ما بتمشيش على مزاج حد ولا بكيف حد. يعني اللي عندك ومش حاسس بيه جايز غيرك يكون بيقوم وينام وهو بيتمنى حتى ربعه. عشان كده لازم البني ادم صغير او كبير يبص للي في ايديه، واللي مش عاجبه ينساه، ما يهتمش بيه. انت عندك ام، مصطفى ما عندوش. انت شبعان، غيرك جعان. انت بسم الله الله اكبر حلو زي القمر، وصحتك ما شاء الله كويسه. غيرك عيان يا يوسف. عارف ايه احلى حاجه في الدنيا دي؟ اننا نبص للي في ايدينا برضا ونقول الحمد لله. قول الحمد لله يا ولد. الحمد لله. ايه اللي انت عملته ده يا حسين؟ عملت ايه بس يا باشا؟ مش حضرتك قلت لي اتصرف؟ تقوم تخطفها؟ اتصرف يعني لغيها، حايلها، اعمل شغل معاها عشان نجيب معلومات عن محمود المصري. خلاص يا اكرم بيه، هي غلطه ومش هتتكرر. وانا مش هقبل انها تتكرر. انت مش عارف موقفي حساس ازاي، وانت كمان يا حسين موقفك حساس. موقفي انا يا باشا ليه؟ لان محمود المصري شاري مركب ومؤجر مركب تانية، يعني شويه شويه هيكون عنده اسطول، وساعه العرض محدش هيقدر يقف قصاده. الصفقه دي ملايين، لو رسيت عليه مش هيسيب مصر حتى بالطبل البلدي. حسين، اسكندريه واصحاب المراكب دول مسؤوليتك انت، لو مش قادر عليها تقول دلوقتي حالا. يعني ايه مش قادر عليها يا اكرم بيه؟ ما انت عارف مين هو حسين الدهشان. انا عايز فعل مش كلام. بهجت، امرك يا اكرم بيه. تراقب لي كل تليفونات محمود المصري. خايفة يا محمود. القلب اللي بيحب عمره ما يخاف. أنا لو عليا
بس ياسمين. في عينيا، هحميكي واحميها. انت وراك يوسف وشغلك وحياتك. انت حياتي. كان زمان. ليه بتقولي كده؟ ده انا جاي عشان اقولك يلا نتجوز. ياه، متأخر أوي يا محمود. طول ما انت معايا محدش هيقدر يقرب لك. بالعكس، حابة نقطة ضعفك. ما تنساش إني أجنبية. انت مصرية اكتر مني. المهم عندهم جواز السفر مش الشعور. انا بقى مش مهم عندي جواز السفر، انا مهم عندي شعور. قلتي ايه؟ قلت نقوم نرقص. نرقص. يلا. يعني ايه مفيش حد راضي يبيع ولا يأجر؟ اهو ده اللي حصل. بعد الاسعار اللي اشترينا واجرنا بيها كان المفروض العروض تزيد علينا. مش قادر افهم ايه اللي بيحصل. كل ما نوصل لاتفاق مع صاحب مركب ويبتدي ينفذ فجأة يرجع في كلامه. يبقى واخدين اوامر. واخدين اوامر من مين؟ من اكرم زوني. يا دي اكرم زهني، مش معقول يا محمود. ايه اللي جاب اكرم زهني لشغلنا بس؟ اكرم بقى واصل دلوقتي. اوه تفكروا الولد اللي كان بيشتغل عندنا زمان؟ لا ده بقى حاجه تانية خالص. ماشي، بس مش معقول راجل في منصبه وحجم مشاغله دي يسيب اللي وراه واللي قدامه ويقعد يشوف بنشتري ايه وبنبيع ايه. انت ما تعرفوش قدي. جايز، وجايز كمان تطلع غلطان ويكون في سبب تاني خالص. هنفضل بقى نقول اكرم زهني اكرم زهني لحد ما السبب الحقيقي يكون قدام عينينا ومش شايفينه. احنا ماشيين لستة اصحاب المراكب بالترتيب. دلوقتي بقى احنا محتاجين ان احنا نغير من الاستراتيجيه بتاعتنا. ازاي يعني يا محمود؟ يعني ندخل وسيط في عمليه البيع والشراء بحيث ما نبانوش احنا في الصوره، ونبتدي باصحاب المراكب اللي عندهم ظروف صعبه. ومين بقى الوسيط ده؟ واللي نبقى ضامنين انه مش هيبيعنا لاي حد. مش عارف دلوقتي، بس فكر معايا بدل ما انت قاعد تكسر في مقاديفي وواقف لي على كل كلمه بقولها. مش بدل ما نتصرف غلط. انت شايفني برياله ولا مش عارف انا بقول ايه؟ انا ما قلتش كده. انت عايز تقول خلاص يا محمود، خلاص يا كمان. مفيش حاجه تستاهل كل اللي بتعملوه ده. عايز تقول ايه؟ ما هو اللي واقف. خلاص يا كمان كده. خلاص خلاص يا محمود. ايه اقعد. محمود انت كنت بتفكر في مين؟